بودكاست. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 1 تماما في لندن بتوقيت جرينتش. عرفانا بالجميل الذي قدمه المذياع خدمة للبشرية، اختارت المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو يوم 13 من فبراير من كل عام يوما عالميا للاحتفال بالراديو، ويعود ذلك إلى اليوم الذي بدأ فيه بث أول إذاعة للأمم المتحدة سنة 46 900 وألف. هنا لندن. الثانية تماما بعد الظهر بتوقيت جرينتش. موعدكم الآن سيداتي سادتي مع نشرة الأخبار يقرأها محمد الصحراوي. عاش الإنسان الصحراوي على امتداد مجاهل الصحراء اللامتناهية زمنا لم يعرف من الوسائل الأعلامية إلا ما كان من أخبار تتعاطاها الرحل وتجترها الألسنة لفترات عند المواقد التي كانوا يتحلقون حولها للحديث والتدفئة. ومع اكتساح مظاهر الحداثة للكثير من أنماط الحياة البدوية خلال موجة الاستعمار الإسباني والانتقال من مرحلة البداوة إلى كنف المدنية، أصبح الراديو لا يفارق الإنسان الصحراوي يصاحبه ضاعنا أو مقيما كمصدر للأخبار والمعلومات، يطل من نافذته الإخبارية على كل مستجدات الحياة من حوله، وهكذا شيئا فشيئا بدأ يتلقف أولى أبجديات سحر وجاذبية المعلومة، إن كان جالسا في خيمته أو راعيا إبله في الفلوات. لقد برز المذياع في حياة المجتمع كأفضل أنيس يشع في النفوس علاقة ودية ترقو وتسمو بها إلى عالم الإدراك والمعرفة، نظرا لتنوع برامجه الإخبارية والتثقيفية والترفيهية، كما كان من الأولويات إن لم يكن من الضروريات لدى شيوخ الفريق، فكانوا يبيعون أغلى ما يملكون ليشتروا به مذياعا يبالغون أحيانا في الحفاظ عليه صيانة بتغليفه أجود الجلد وأنعمه، ويلتفون حوله للاستمتاع بنغمه. في وقتنا الحاضر نجد المذياع لا يزال يقاوم لإثبات الذات إن صح التعبير والبقاء رغم الصعوبات والمنافسة أمام هذا الزخم والسيل الوافر من أساليب نشر الأخبار والتواصل وتقريب المعلومة والحدث صوتاً وصورة. يبقى المذياع الأقرب والأكثر تداولاً، خاصة عند الفئة المسنة من المجتمع، وفي هذا الصدد ننقل لكم بعض الآراء. من الطبيعي عن أهل البدو عندهم أكثر اهتمام بالمذياع من الناس المتواجدين في المدن، وصباح المذياع موجود تجبري حد في البدية يسرح إبله والله يسرح غنمه، لا بد له من المذياع يعود رافده معاه، لا هو الأنيس له، وبالخصوص منين يعود في الليل منين يوفى من سرحة غنمه منين يجمعها ويروحها، لا بد من ذيك المجموعة تجمع على ذاك وتحضر كاملة وتصنت الأحداث وتتبعها. إن استترت بإمداح النبي ولم يشكر فضيحته وعيب بيستتر إن على النفس والشيطان. المذياع هو رفيق كل إنسان وبالأخص الإنسان البدوي، هو مصدر وعي الناس، هو مصدر ثقافتها، هو مصدر تلقي المعلومة، لأن الآذان هي المؤرخ لما تصغي إليه أكثر من رؤية من رؤى العين. المذياع هو شيء قال على أنه لا يسقط بتاتا ولا يمكن
مهما بلغت التكنولوجيا أي تجدد فيها والعصرنة، لا يمكن للمذياع أن يكون في طي الكتمان أو في طي النسيان أو يخلى منه منزل. فهو رفيق الإنسان في المنازل، وبالأخص الإنسان البدوي الصحراوي المتعطش للأخبار. واللي خطاها يهبل كما يقول المثل. في هذه الجلسة المذياع يتميز بخاصية خفة الحمولة، مما جعله سهل الاصطحاب خارج المدار الحضري للمدينة. علاقة الإنسان الصحراوي بالمذياع تعكس جانبا من الحرية التي دأب عليها وسط شساعة صحرائه، يجوبها طولا وعرضا وهو يلتقط بسمعه كل البرامج، راسما بمخيلته صورا لها وأحداثا، وتلك حرية لا يجدها في الوسائل الأخرى كالتلفاز الذي ينقل الصوت والصورة ولا يترك لك مجالا للتصور والتخمين، ويسلبك حق المشاركة في رسم صورة للأحداث. المذياع ينمي الخيال لدى المستمعين، وله أهمية كبيرة بالنسبة للمجتمع. يعمل على زيادة التوعية والتوجيه والإرشاد. موجاته الصوتية تلف الكرة الأرضية بأسرها، خفيف الوزن بسيط الثمن، تحمله متنقلا في كل مكان. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار قرأناها على حضراتكم من لندن.